السلام عليكم أينما كنتم، أحييكم على الهواء مباشرة في استوديو الثورة. لقد مر عام 2012 على السوريين وترك بصمة الحزن والدمار والقتل والنزوح على أرواحهم، حيث الأمهات الثكالى والأطفال اليتامى إنه عام دام بكل المعايير. واليوم هناك تضارب في الإحصائيات المتعلقة بعدد الضحايا في سوريا جراء إجرام النظام. فالأمم المتحدة وحسب الوثائق لديها تقول إن عدد الشهداء تجاوز 60,000، بينما الناشطون على الأرض يؤكدون أن الرقم أكبر من هذا بكثير. في المقابل المرصد السوري لحقوق الإنسان له وجهة نظر مخالفة في الإحصائية، حيث يقول إن الرقم تجاوز 40,000، ولكن الكل متفق بأن الشعب السوري يدفع من دمه ضريبة نيل الحرية والعيش بكرامة. هذا الموضوع نناقشه اليوم في استوديو الثورة. 2012 عام دام على السوريين، مع ضيفنا هنا في الاستوديو محمود أبو زيد رئيس المركز السوري لحقوق الإنسان، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمود أبو زيد رئيس المركز السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك ضيفنا عزيزا على قناة سوريا الغد. يعني بين هذا تضارب إحصائية الأمم المتحدة وإحصائية الناشطين على الأرض أو المركز السوري لحقوق الإنسان، ما هو الرقم الأقرب إلى الحق؟ ما هي الإحصائية الدقيقة؟ أولا الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية للمعتقلين. هلا بالنسبة للأعداد الموثقة حاليا بالمركز السوري، نحن وثقنا 48,520 شهيد من بداية الثورة لغاية أمس. من بين الشهداء طبعا حسب المدن. هاي لغاية أي تاريخ؟ 48,000 وكسور لغاية بالضبط تاريخ 3/1، يعني امبارح. ايه أول امبارح. طيب. تاريخ 3/1. في عندك كانت إحصائية الشهداء موزعة على المدن بالشكل الآتي: دمشق وريفها 10,550 شهيد. حمص طبعا ريف دمشق 10,550. عندك حمص 8,900 شهيد. حلب 6,400 شهيد. إدلب 6,370 شهيد. درعا 4,180. حماة 3,900. دمشق 3,495. دير الزور 3,380. اللاذقية 725. الرقة 372. الحسكة 215. الأنيطرة 123. طرطوس 85. السويداء 26. طيب إذا محافظة ريف دمشق تتصدر المحافظات بعدد الشهداء. طبعا أكيد. طيب دمشق لوحدها 10,000، عم نحكي 10,500. هذا ريف دمشق. دمشق 3,400. تأتي بالمرتبة الرابعة والخامسة يمكن؟ تأتي بالمرتبة الخامسة. طيب ما سبب هذا التضارب؟ يعني أنتم تقولون 48,000 وكسور، الأمم المتحدة تجاوز 60، ماذا هذا التضارب؟ هلا بالنسبة للأمم المتحدة، تقرير الأمم المتحدة فاجأ الكثير بالرقم 60,000 أو 62,000. هن أخذوا من عدة مصادر، من بينها المصادر الشبكة السورية، أخذوا من لجان التنسيق، أخذوا من الهيئة العامة للثورة، أخذوا من المرصد السوري. طبعا المرصد السوري هو عم بيوثق قتل النظام، أوكي. بقية لجان التنسيق والشبكة السورية هدول بس بيوثقوا شهداء الثورة السورية. يعني شو الشهداء؟ إذا الأمم المتحدة قد جمعت ما بين قتل النظام وشهداء الثورة. قتل النظام والشهداء، رغم أنه العدد غير صحيح، حتى 60,000 غير صحيح. ما هو الصحيح؟ اعتراف النظام عضو من مجلس الشعب على قناة الجزيرة في البرنامج الاتجاه المعاكس قال 100,000 قال 100,000 قتيل من الجيش. وأنا أقول له أن عدد القتلى من الجيش أكثر من 200,000، أكثر من 200,000 شهيد، قتيل أو شهيد، ما بنختلف على التسمية. بس العدد الكلي في الثورة السورية حسب توقعاتنا. طيب يعني عندما تقول أكثر من 200,000 قتيل، على ماذا استندت؟ في عندك مجازر جماعية
حصلت في أثناء في داخل القطع العسكرية وتم دفنه. وآخر مجزرة حصلت أمس 250 عسكري منهم ضباط وصف ضباط وعسكريين دفنوا في الفرقة الثالثة في القطيفة في ريف دمشق. صحيح. عندك أغلب يعني هن بصير أغلب العسكريين اللي بيرفضوا لأوامر النظام عم بينقتلوا بيندفنوا داخل القطع العسكرية. وعندنا معطيات كثير ووثقنا كثير حالات بهالخصوص هذا. يعني حتى أهالي الضحايا للأسف يعني ما بيعرفوا أبنائهم هل هن لساتهم عم بيخدموا بقطعهم العسكرية ولا يعني ما بيعرفوا عنه. طيب هذا فيما يخص جنود النظام، والمسألة تبقى غامضة لأنه ربما هناك إعدامات ودفن جماعي دون علم أحد. ولكن حدثنا عن أعداد شهداء الثورة، هذا التضارب لماذا وما هي أسبابه؟ يعني هناك أرقام تقول أنه قبل قليل قلت لي قبل أن أدخل الاستوديو قلت الرقم يقارب للنصف مليون. من أين أتيت بهذه الإحصائية؟ وعلى ماذا استندت بها؟ أنا استندت لأنه عندنا مقابر جماعية عم بتصير كثير بسوريا، مقابر جماعية، المقابر جماعية هائلة، في عندنا مقابر جماعية حتى في البحر عملوها، كاونترات من المعتقلين والمختفين قسريا أعدموا في داخل البحر، في عندنا معتقلين تم ترحيلهم إلى إيران عبر سفن حربية وتجارية من ميناء طرطوس وعلى دفعات. هدول شو مصيرهم؟ هاي معلومات ولا وثائق؟ هذه معلومات ووثائق، في عليها وثائق. هذه في عندك الأبنية المهدمة، في أحياء كاملة هدمت. كم عدد القتلى اللي موجودة أو عدد الشهداء اللي موجودين داخل الأبنية اللي تهدمت؟ يعني بدك تقول حارات كاملة هدمت على الأرض. ما في عدد القتلى كلهم ضلوا جوا، لأنه هدول بدهم إمكانيات حتى نطلع ضحايانا من تحت الأنقاض. يعني بدك معدات ما فيه. اي بس هذا مو معناته انه يكون عفوا، بس هذا مو معناته انه يكون الرقم 10 اضعاف. يعني ارقامنا احنا 10 اضعاف عن الاحصائيه تبع الداخل. يعني طيب احنا هلا المختفي قسري باعداد الموتى عندنا اكثر من 150 الف مختفي قسري في سوريا. عندك اكثر من 200 الف معتقل تعسفي في سوريا. هدول شو مصيرهم؟ المعتقلين معلق ما بين الحياة والموت حتى يأذن الله. أغلب المعتقلين في سوريا يتم تصفيتهم وإعدامهم ميدانيا ودفنهم دون علم حدا. يعني أنا بعطيك هلا في أماكن احتجاز بسوريا سرية ما حدا بيعرفها. في عندك مطار حماه، في عندك مطار ضمير، في عندك مطار المز العسكري. هدول تحت إشراف قيادة المخابرات الجوية. هدول ما حدا بيعرفهم. طيب. عم يتم اعدام وتصفيه المعتقلين في داخل الفروع والمطارات العسكريه وحرق الجثث ودفنهم في مقابر جماعيه دون علم اي شخص. يعني ما حدا بيعرف شيء عن الموضوع. طيب الان انضم الينا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان وهو من بريطانيا. سيد رامي السلام عليكم. وعليكم السلام. سيد رامي، يعني هل لك ان يعني تعطينا رقما اقرب الى الواقع عن أعداد شهداء الثورة السورية؟ الأمم المتحدة تقول تجاوز 60,000. الشبكة السورية وغيرها من المنظمات يعني تجاوز 40. ما هو الرقم الحقيقي لديك؟ يا سيدي الكريم، الرقم الموثق لدى المرصد السوري لحقوق الإنسان هو نحو 47,000 مواطن سوري سقطوا منذ 18 من آذار وحتى هذه اللحظة. ولكن هذا الرقم الموثق لدينا، ونعتقد مثل ما تحدث المتحدث قبل قليل هناك الآلاف المفقودين داخل المعتقلات السورية من الممكن أن يكونوا قد فارقوا الحياة، ولكن لا يمكن أن نحصيهم ضمن شهداء الثورة السورية حتى نتأكد من استشهادهم، ونأمل أن لا يكونوا قد استشهدوا. أيضا هناك أرقام كثيرة لا نستطيع توثيقها بسبب وجود جسامين مجهولة الهوية، بسبب وجود أيضا أناس من الممكن أن يكونوا متوارين على الأنظار ونعتقد أنهم استشهدوا. لذلك الرقم الموثق هو 46,000 مواطن، 47,000 مواطن سوري موثقين بالأسماء. هذا الرقم الذي تحدث به ناسي بلاي هذا الرقم لا علاقة له بالأمم المتحدة، هذا رقم معهد أمريكي قام بدراسة لأسماء وردت له من عدة منظمات سورية كالمرصد ومنظمات أخرى. وأيضا أي رقم سيد عبد الرحمن؟ أي رقم الذي ليس لنا علاقة فيه يعني أعد من قبل معهد؟
معهد امريكي رقم 60,000، معهد امريكي. هذا الامم المتحده عن نادي بيلاي، هذا صدر الكلام. انا نانسي بيلاي قالت ان هذا الرقم الموجود هناك في جنيف مكتب تابع للامم المتحده قال ان معهد امريكي هو الذي قام بهذه الدراسه، ولدينا البيان الكامل وكيف كانت هذه الدراسه. لكن اقول لك هذا المعهد اخذ ارقام النظام السوري. من الممكن ان يقول لنا ان هناك 30,000 من الشبيحه قد قتلوا، لماذا لم يقول لنا من هم الشهداء المدنيين؟ من هم قتلى القوات النظاميه؟ من هم الشبيحه؟ من هم المجهولين الهويه؟ من هم المشقين؟ من هم المقاتلين؟ طيب سيد رامي، هذه الإحصائية التي لديك 49,000 شهيد أو ما يقارب 47,000. سيد رامي، هذا العدد الذي لديك في الإحصائية التي لديك 49,000 شهيد، هل هم فقط من المدنيين أم معهم قوات النظام، يعني قتل النظام وشبيحته وما هنالك، أم فقط على المدنيين؟ نحن لا نوثق الشبيحة لسبب بالبداية لم نوثقهم ولم نستطع لاحقا توثيقهم. ما لدينا هم كالآتي: الشهداء المدنيين، شهداء الثورة السورية، الشهداء المقاتلين كتائب السائرة المقاتلة، والشهداء المنشقين، بالإضافة لقتل القوات النظامية وليس الشبيحة. وأيضا هناك نحو 800 شريط مصور لأناس مجهولين هوية لا نعلم من هم. طيب، لدينا هنا في الاستوديو السيد محمود أبو زيد رئيس المركز السوري لحقوق الإنسان، يقول أنه لديه معلومات أو معطيات تؤكد أنه أعداد الشهداء قاربا نصف مليون. بماذا ترد؟ نصف مليون هذا رقم لا أعتقد أنه قريب من الواقع، ولكن نحن نتوقع أن عدد الشهداء في سوريا يفوق 100,000، ولكن نتحدث عن موثق لدينا. لا نستطيع أن نقول 500,000 و 600,000 ولا يوجد شيء لدينا موثق. نحن نتوقع أن هناك عشرات آلاف من المفقودين داخل المعتقلات السورية من الممكن أن يكونوا قد فارقوا الحياة، ولكن هل نجزم بأنهم قد فارقوا الحياة؟ لا نستطيع شيخ ذلك. طيب، يبدو أنه سيد أبو زيد يريد أن يرد على هذه الجزئية، تفضل. السلام عليكم أستاذ رامي. وعليكم السلام. يعني هلا احنا الرقم هذا احنا بنحكي فيه، احنا يعني بنقول توقعاتنا نص مليون لاسباب انه عندنا اكثر من 150,000 مختفي قسريا، اللي مسجلين عندنا 75,000، عندنا اعتقالات تعسفيه اكثر من 200,000، المسجلين عندنا 40,000، بس العدد الحقيقي فوق ال 200,000. عندنا مجازر جماعيه عم تحصل داخل الالويه والكتائب العسكريه. يعني في اخر مجزره حصلت بدير بعلبه، المعطيات عم تعطينا من الداخل والناشطين عم بيعطونا انه 800 قتيل اللي حصل فيها، والعدد اللي كان كل الناس اللي قالت عنه 227. في 150 بنت تم خطفهم، هدول شو مصيرهم ال 150 بنت؟ دقيقة لا نريد ان نزاود او نريد ان نتحدث بواقعية. اذا اردت المزاودة نزاود كثيرا. في دير بعلبة، نشطاء دير بعلبة ونشطاء الخالدية لا يوجد لديهم سوى 21 اسم موجودين وشريط مصور 23 اسم اخي رامي. 23 اسم حتى انا اللي موثق عندي 23 اسم اللي موثق عندي، بس في اعدامات ميدانيه. احنا توقعاتنا راح يوصل عدد 800 شهيد. يا اخي توقعاتنا لا نستطيع ان نتوقع بالشهداء مثل ما توقعتم بعقرب 235 قتيل من او شهيد او قتيل من ابناء الطائفه العلويه. لا حتى اللحظه لا يوجد اسم ولا يوجد فيديو ولا يوجد شيء. كيف نتوقع؟ مثل ما توقعنا بحلفايه وقلنا ان هناك 300 شهيد، وفي النهايه وثق لدى الجميع دون استثناء نحو 50 اسم و18 جثه مجهوله الهويه. إذا أين هذه التوقعات؟ هل نمشي بالتوثيق والتوقع؟ هل هناك توثيق والتوقع؟ دير شو اسمه بالنسبة لحلفاي احنا وثقنا 94 مع الجثث المجهولة، 94 جثة. يا سيدي لا يوجد أي توثيق ل 94. أهالي حلفاية وكتائب السائرة المقاتلة في حلفاية والنشطاء في حلفاية فقط الموثق لديهم مع الجثث المجهولة 63. طيب سيد رامي، بغض النظر عن هذه يعني ليس تقليلا من اعداد الشهداء، ولكن ان كانوا 93 او 63 كما تذكر كما قلت، ولكن المساله هنا عندما ذكر ابو زيد هذه الارقام المخيفه في السجون القسريه، المختفون، الكذا، المفقودون، هذول يعني في اي عداد نضعهم؟ هل في عداد
المعلقين ما بين الحياة والموت، أم في عداد الضحايا، أم كيف يعني حتى نفهم يعني؟ نضعهم في عداد نفاق المجتمع الدولي ونفاق الأمم المتحدة. الأمم المتحدة حتى اللحظة لم تعمل بشكل جدي على وقف القتل والإجرام في سوريا. أنا توقعت أن يكون عدد الشهداء في سوريا يفوق 100,000 مواطن سوري بسبب وجود عشرات الآلاف من المقتولين داخل المعتقلات السورية، ولكن لا أستطيع أن أقول في التوقع. الأمم المتحدة حتى اللحظة لم تقم بأي عمل جدي للتحقيق بجرائم النظام السوري وفي المجازر التي ترتكب في سوريا، فقط إدانة ثم إدانة. رأينا أمس وأمس الأول نشرنا أشرطة عن قتل وإجرام من قبل جيش النظام السوري وإعدامات ميدانية لن تحرك ساكنة. آخرها كان اليوم عندما قاموا بقتل الأعضاء الذكرية لمعتقلين، فلم تحرك الأمم المتحدة ساكنا ولم يحرك أحد ساكنا، بل على العكس قام موقع يوتيوب بحجب موقع المرصد على قناة المرصد على اليوتيوب لأننا نشرنا هذا الشريط. عندما نشر شريط أزمات ميدانية لشروط النظام قامت الدنيا ولم تقعد. قبل أيام أيضا في دمشق تم إعدام. سيد رامي أيوة. طيب، أبقى معي سيد رامي، سأعود إليك، ولكن فقط أنتقل مرة أخرى إلى السيد أبو زيد وأعود إليك أستاذ رامي، لأن حقا في كثير من المواضيع أود طرحها مع حضرتك حتى نتبين من كثير من عدها. هل يعني حقيقة كما ذكر السيد رامي التوقعات شيء والمعطيات وما هنالك، يعني نحن نريد أرقام. عندما نتحدث الأرقام تلجم كل من يريد أن يحاول أن يضلل الحقيقة. طيب، أما الكلام يعني بدون أدلة، بدون دقة، بدون موضوعية يبدو. لا أنا بعطيك بوثائق. عندنا احنا عدد الشهداء الموثقين بالاسم الثلاثي 48,520. هذا الموثق، هذا الرقم الذي قال يعني أشار إليه السيد رامي عبد الرحمن. أوكي، الرقم قريب يعني ما اختلفنا عن الرقم. عندك 75,000 مختفي قسري، هذا مسجل بالاسم. أوكي، عندنا أكثر من 40,000 مسجلين. هذه الجزئيات ذكرتها أستاذي العزيز. هذه الجزئيات ذكرتها. طيب، ما هي الآلية التي تتبعونها في توثيق الضحايا؟ ما هي الآلية؟ يعني كيف توثقون أعداد الضحايا؟ على ماذا تستندون؟ نستند على ناشطين بالداخل، لدينا أكثر من 150 ناشط موزعين داخل سوريا، عم نشتغل. طيب. يوميا عم ننزل نشرة. إذن يعني يا جهة المفروض تكون أقرب إلى الدقة، جهتكم أم جهة الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة ما اشتغلت على الأرض، الأمم المتحدة أخذت من مصادر. الأمم المتحدة ما نزلت على الأرض، احنا شغلنا على الأرض، احنا عم نشتغل على الأرض، احنا ناشطين مغطين أغلب سوريا، احنا يوميا بننزل تقرير بأرقام أعداد الشهداء بسوريا وبأسمائهم الثلاثية، والأستاذ رامي يمكن مطلع على شغلنا، ما بعرف إذا مطلع على شغلنا ولا لا، بس احنا بننزل أرقام وبننزل أسماء. يعني الساعة 3 2 بالليل يوميا بشكل يومي من بداية الأحداث للوقت هذا يوميا عم ننزل أرقام وأسماء. ما في يوم نزلنا أرقام بدون أسماء. بننزل فرضا 200 شهيد بسوريا، بنوضح وين ال 200 هدول وكيف استشهدوا وين استشهدوا ومن أي مدن وكيفية طريقة الاستشهاد، وحتى إذا وصلنا مقاطع أو صور عم ننزلها ومنوثقها تحت اسم الشهيد، وموجود بإمكانك تدخل الموقع تبعنا وتشوف. طيب، أستاذ رامي ضيفي من لندن، يعني عندما نشاهد الفيديوهات التي ترسل إلينا عبر شاشات التلفاز، هذا الدمار الكبير الذي حل بالمدن، هل كانت هذه البنايات والأبنية السكنية خاوية على عروشها وتقصف من قبل النظام، أم كان فيها مدنيون وبالتالي هناك ضحايا يعني أكثر بكثير من الرقم الذي تقولون أنه ما يقرب من 49,000؟ كما أشرت حضرتك إلى أنه أيضا توقعاتك بال100,000 شهيد يعني. نعم، دعني نقول واقعيين. يوجد لدينا نشطاء ومتعاونين مع نشطاء سواء من المقاتلين كتائب الثأر المقاتلة، سواء من النشطاء الموثوقين على الأرض. نحن نوثق بكل ما يرد إلينا من النشطاء، ولا نستطيع. على سبيل المثال دعني أقول لك أن الشهيد شهيد. عندما نقول هناك 25 شهيد في منطقة لا يعني هؤلاء ليسوا شهداء، يجب أن نقول 100 شهيد. أنا لدي في المرصد السوري لحقوق الإنسان أحد نشطائنا من حمص، جد زوجته عمره أكثر من 90 عام توفي، فإذا به ضعف النشطاء يضعونه شهيد الثورة السورية. لذلك نقول أن قيمة الإنسان، قيمة الشهيد هي قيمة كبيرة. هناك تحت هذه الأبنية التي تقصف
بعض الأحيان يكون هناك شهداء مجهولين الهوية نوثقهم ضمن مجهولين الهوية، ولكن هناك مثل ما تحدث محمود هناك عشرات الآلاف من المفقودين داخل المعتقلات السورية، ليس فقط من المدنيين، أيضا على لدي معلومات أن هناك الآلاف إن لم نقل عشرات الآلاف أيضا من العسكريين الذين رفضوا إطلاق الرصاص، العسكريين الذين حاولوا الانشقاق، حاولوا الفرار، هم في أقبية المخابرات الجوية وفي سجل صدايا وفي أماكن أخرى. طيب أستاذ رامي، هل تعتقد أن النظام له دور كبير في عدم إيصال الرقم الحقيقي لعدد الضحايا؟ يا سيدي بشكل مؤكد، وأنا أقول لك أن تقرير المعهد الأمريكي هو تقرير سياسي بامتياز لتمرير مخطط روسي أمريكي على حساب دماء الشعب السوري، والتقرير المشبوه الذي صدر في هذا التوقيت بالذات في ظل ما يتحدث عنه المجتمع الدولي الآن عن تسوية روسية أمريكية للحل في سوريا. يريد أن يقول لنا لماذا لم يتحدثوا ويفصلوا من هم الشهداء المدنيين؟ أقول لك لماذا، لكي نقول أن هناك قتال داخلي في سوريا، ومن الممكن أن يكون نصف الذين قتلوا هم من أتباع النظام، لذلك يقولون أن في ما يجري الآن في سوريا هو حرب أهلية، يجب عليكم أن تبرروا أي اتفاق نطرحه عليكم. نعم، السيد رامي عبد الرحمن رئيس المركز السوري لحقوق الإنسان حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك على مشاركتي معنا. السيد أبو زيد، أعود مرة أخرى إليك. الناشطون كثر على الأرض، يعني تقولون أنه كما حتى أشار السيد رامي عبد الرحمن والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول أنه توثق أعداد الضحايا من كل كافة المناطق. هل تعتقد أنه يعني إذا ما أراد أن يفوتهم عدد، كم نسبة هذا العدد الذي ربما لا يوثقوه مقابل الأعداد التي يوثقونها؟ يعني النسبة المئوية التي لم توثق ربما هي بسبب الظروف، بسبب الظروف. هي في القرى النائية اللي متطرفة عن الأماكن، في مو كل، يعني أنا بدي أقول لك هلا احنا بنغطي عدد كبير من سوريا، بس في بعض القرى ما بنحسن نغطيها، عم بصير فيها مجازر، وعم نسمع عنها بعد أسبوع أو أسبوعين بنسمع عنه بالقرية الفلانية حصلت مجزرة راح ضحيتها 20 30 ناشط. طيب هدول كيف؟ هدول ما بنعرف يعني. طب ما عم يطلعوا بعدين، يعني ارقامهم بدها تطلع ما بتطلع، ما تضاف؟ بيجينا ارقام، ما بيجينا اسماء، بيجينا ارقام. وانتم الارقام ما تعتمدوها؟ ما بنعتمدها، ما تعتمدوها. احنا اذا ما في اسم ثلاثي ما بنعتمده. حتى شهداء، حتى بالنسبه بدي احكي لك شغله، بالنسبه لل 48000 48520 هدول بدون شهيد مجهول الهويه، هدول بالاسم الثلاثي مجهول الهويه عندنا بدون اسم يعني. اي بدون، بس هدول اسماء المسجلين عندنا. طب ما يمكن يطلعون هذول المجهول الهويه يطلع باماكن مطارح اخرى اسمائهم موجوده وتطلع هم، يعني حيطلعون مرتين مكررين. هو هذا هلا احنا الظروف اللي عم نشتغل فيها بتجبرنا ان نشتغل بهالطريقه. طيب ذول اللي اجسادهم تتنثر، يعني تقطع اشلاء تتناثر على الحيطان على الجدران، متى يعني يمكن 10 جثث مبينين كانهم جثه واحده كانوا يعني. جثه ايه. طب كيف ذول معهم تتعاملون؟ احنا بنتعامل حسب الناشطين، ما بيعطونا الارقام، بيقولوا لنا فرضا 20 ناشط، احنا بنعتمد على الناشطين خصوصا بالمجازر، بنعتمد على الناشط يذهب للمجزره ويعطيني شهادات عيان من قلب المجزره، يقول لنا العدد حسب الاهالي انه العدد فرضا 20 شهيد في هذه المجزره، هال 20 شهيد احنا بنوثقهم مجهولين الهويه، بس في حيث انه اجانا اسماء، باقي الاسماء تسجل مجهول الهويه. هلا في كثير مجازر عم بصير بسوريا، يعني مثل مجزره حلفاي اللي حكى الاعلام عنها 300، وفي بعض القنوات حكت 400، وفي بعض القنوات حكت 200، واحنا من اللحظه الاولى قلنا 100، والعدد اخر شيء كان 94. طيب ما سبب هذا التضارب يعني الكبير في عدد الارقام ما بين 100 و400 و300 و200 يعني، وبالتالي اصبحنا ما بين 94 وما بين 63؟ هو يعني للاسف عم بصير عندنا في شغله، عم بتصير عندنا اول ما بتصير مجزره بسوريا، الناشطين، في ناشطين اعلاميين غير الناشطين الحقوقيين، فورا بيسوقوا الخبر ضربه اعلاميه او صحفيه للقنوات اللي بتاخذ منهم. اذا هذه عدم مصداقيه يعني. مش هو خبر اعلامي، انا بقول عنه خبر اعلامي. اغلب المجازر اللي خبر اعلامي يعني ما بمصداقيه المفروض. انا بتوقع اغلب المجازر عم بتصير عندنا وبتطلع على القنوات التلفزيونيه على الاعلام، هذه غير مصداقيه فيها، لانه اغلب الارقام اللي بتيجي، يعني اعطيني مجزره صارت بسوريا الا ما الرقم اول شيء كان 300 و400 بعدين نتفاجئ ب 30 و50 و60 شهيد. اغلب المجازر اللي صارت طب هذا الحق على مين بهاي الحاله؟ على الناشطين.
على الناشطين وعلى القنوات لازم تتاكد القنوات. انا كقناه تلفزيونيه لازم بدي اخذ رقم، اخذ اسماء تقريبيه. يعني انا بدي فرضا اطلع قناه سوريا الغد، او عندي مجزره في مكان ما في سوريا، المجزره راح ضحيتها 100 شهيد. طيب اوكي، انا اذا ما كان عندي 60 شهيد منهم، ما بقول 100، لازم يكون عندي جزء كبير من عدد الشهداء حتى اتكهن انه فيها العدد ممكن يوصل ل 100. ما هي هاي المصادر اللي تعتمدها القنوات الفضائيه، يعني احنا ليش نحمل القنوات اوكي الفضائيه؟ هلا مثل مسؤولية. هلا بدي احكي لك. هلا ما بدي اذكر في من فتره 20 يوم جهه معينه ما بدنا نذكر اسمها، قالت انه عدد الشهداء بسوريا 262 شهيد. هذا الحكي الساعه 8 المساء. وين؟ قالت على قناه الجزيره. لا وين المكان؟ الشهداء بأي مكان؟ بسوريا كامل. قالوا انه عدد الشهداء بسوريا 262 شهيد يومتها. انا ما نزلت تقريري، انا عندي 127 شهيد اللي انا موثقين بالاسم الثلاثي 127. نطرت هالجهه هذه، ما بدي اذكر اسمها، نطرت الجهه هي تصدر تقريرها، اصدرت تقريرها الساعه 2 بالليل، كان العدد عندهم 125 شهيد. وال 262 هذا شو؟ ونفس تلك الوسيله الاعلاميه ذكرت عن هذه الجهه، عن هذه نقلا عن هذه الجهه 262. هذا بالنهار، يعني المفروض بالليل تزداد الحصيله. لا الساعه 8 تقريبا، الساعه 8 المساء، يعني لازم يوصلوا 300 المفروض. ايه في حين رجعت الى 125. وانا هذا الشيء. طب خاطبتهم، حكيت معهم انه هذا يضر بالمصداقيه هن نزلوا اخر شيء تقريرهم 125. ال 125 يعني انا 127 اسمين، يعني ما في مشكله لانه الارقام بتكون قريبه. طيب يعني الان في حق على الناشطين، في حق على ربما القنوات الفضائيه التي تتلقف الخبر دون ان تتحقق من العدد، يعني هناك تقصير من عده جهات وعده اطراف. بالنهايه هناك شهداء يعني لا ينكرون، هناك عدد يعني الموثق منهم حتى الان ما وصل لل 50,000، يعني اقصى على جهه يعني لا 49 ما وصل. هلا عندك طيب. متزر الداريه طلعوا على القنوات حكوا فيه كثير نشطاء، حكوا 3000 و4000 في منهم قالوا 5000. صحيح. ايه المسجلين عندنا 750 اسم. طيب. المسجلين عندنا 750. طيب هذا من بين هذا الرقم ما بين 49,000 وقريب ال 48، يعني الفرق مو كثير، يعني مو كثير. ايه مو كثير. كم عدد الاطفال من هذا الرقم؟ عندك عدد الأطفال 4195 دون سن 16 عام. 4195 ذكور 2943 ذكور منهم، يعني من الأطفال إيه. وإناث 1252. طيب والنساء والرجال الكبار؟ النساء عندك 4385. في عندنا احصائيه لبعض الشهداء من دول ثانيه غير سوريا سقطوا بسوريا. عندك من فلسطين الموثقين، طبعا انا بحكي لك موثقين بالاسم، طبعا الارقام غير، يعني مثل فلسطين انا موثق عندي فلسطين 400. يعني هذول يعتبرون سوريين لانهم ما جو بفتره. في منهم صحفيين طيب من غير السوريين قديش؟ هلا بدي اعطيك اياهم انا موثقهم بالاسم. عندك فلسطين 430 الموثقين، 430 الموثقين. عندك لبنان 15، العراق 9، تركيا 7، الاردن 6، تونس 5. دول شنو كانوا يقاتلون ولا شنو؟ لا في منهم اعلاميين، وفي منهم كانوا بسوريا سياحه، وفي منهم كانوا يعني مو شرط ما في مقاتلين. طيب كم عدد الضحايا الصحافه؟ الصحافه لا، اخر احصائيه كانت عندي يعني من شهرين كانت عندي 75 اتوقع. ما عندي احصائيه دقيقه، لا احصائيه دقيقه ما عندي. طيب ولكن ضحايا الفلسطينيين يعني قبل شهر انا قرات تقرير بحدود ال 3000 وكسور. لا بدنا اسماء، انا بحكي لك موثق بالاسم، وعلى مواقع على مواقع قنوات فضائيه رصينه، مو اي قناه يعني. هم عم بيحكوا ب 700 و800 وفي قنوات عم تحكي ب1000، بس احنا بدنا شيء موثق بالاسم. هلا في كثير فلسطينيين اعتقلوا وقتلوا داخل المعتقل. اوكي هدول وصلونا انه فرضا في فلسطينيين اعدموا ميداني، بس وين بدنا اسماء ما عندنا غير 430، وهذا اللي بدل انه احنا عندنا عدد هائل من القتلى او الشهداء بسوريا. يعني فلسطين هلا المسجلين عندنا، واتحدى اي منظمه مسجله اكثر من 400 اسم.
اتحدى اي منظمه او شبكه مسجله اكثر من 400 اسم. بس احنا عندنا العدد هائل، عندنا العدد هائل، يعني لا تستغرب من كلامي، عندنا 150 الف مختفي قسري، هذا اللي احنا بنعرفه. عندنا اكثر من 200 الف معتقل تعسفي، هذا اللي بنعرفه. عندك ناس ترحلوا لايران ببواخر تجاريه وحربيه، هدول كمان هذا شو هذول اللي ترحلوا؟ هدول معتقلين هدول معتقلين. ليش لايران يعني؟ هدول رحلونا على ايران، السجون ما عاد وسعت عنا ويمكن اعدموهم. وفي عندنا من قبل سنه مو حزب الله اقرب من عند ايران؟ لا، حزب الله ممكن انه ينكشفوا، اما ايران هي الصديقه الحاميه لهم للنظام، يعني عم بتدافع عليها كم دول اعدادهم؟ ما عندنا ارقام معينه، بس انا بعرف. على ماذا استندتوا بهذه المعلومه؟ انا في عندي شخصين من قرايبي من مدينه درعا وموجودين بايران، احنا اجتنا معلومات انهم موجودين بسجون ايران. بس ما بدي حفاظا على سلامتهم ما بدي اذكر اسمائهم. طيب، يعني هذا برسم الايام ربما نتوثق من هذا الشيء اذا كانت هناك معلومات ادق او طبعا. هلا انا حكيت الرقم، ما راح حدا، انا متاكد ما راح حدا يصدق، والناس يمكن ضحكت علي. يمكن الناس اللي عم تتفرج ضحكت علي، بس انا بحكي بحد ذاته هذا خبر الان أصبح. انا بس عم بحكي لانه احنا الشيء اللي عم بيعمله النظام كبير كثير، الشيء اللي عم بيعمله القتل اللي عم بصير بسوريا ممنهج. يعني مجازر عم بتصير، يعني احنا ما فينا نوثق كل المجازر بتصير. احنا صحيح انه ناشطين على الارض، في كثير من الناشطين عم بيختفوا عنا اسبوع ما بنعرف عنهم، بينقطع عندهم النت، بينقطع معهم الاتصال. الان احنا ذكرنا انه محافظه ريف دمشق هي لها الحصه الاكبر من عدد الشهداء، ربما تجاوز 10,000. 10,000. واللاذقيه اقل، هي اقل المحافظات. اقل المحافظات السويداء عدد شهداء 26 شهيد لغايه امس. في عندنا احصائيه، اذا بدك شوي ندخل على احصائيه 2012، هذه من بدايه الثوره. احنا بعجاله لانه حتى نستكمل بقيه لان الوقت بقي داهن. في عندنا احصائيه على السريع، احصائيه 2012 يعني من 1/1/2012 لغايه قبل الاحصائيه اي شهر كان الاكثر دمويه في عام 2012؟ تقريبا شهر ايلول. كم عدد الضحايا؟ والله ما عاد اذكر، ما كثير، ما عاد ركزنا كثير، الاعداد كثير، القتل بسوريا كثير. يعني اول شيء بدايه بالسنه الاولى بال 2011 كنا نوثق 50 20 30، هلا عم نوثق 200 و150 و300 واحيانا بوصل العدد لل 400. ما عاد الواحد يركز، كنا زمان نركز. هلا في الاحصائيه 2012 عندنا 36,230 اللي موثقين بالاسم. عندك ريف دمشق نالت العدد الأكبر من الشهداء 8260، حمص 5630. هذا فقط في عام 2012 بس 2012. حلب 5441. طبعا احنا بنذكر المدينة طبعا معرفة، يعني طبعا. حمص معرفة، حلب معرفة، إدلب 4720، درعا 2995، حماة 2730، دير الزور 2641، دمشق 2422، اللاذقية 4015، الرقة 325، القنيطرة 260، الحسكة 205، طرطوس 26، السويداء 25، من جنسيات أخرى 193. فقط حتى أنوه أنه قال السيد محمود أبو زيد أنه في البداية قال ريف دمشق 10,000 وكسور، الآن قال 8,000 وشوي، يعني هذا فقط ال 8,000 شهيد في عام 2012، ال 10,000 وشوي من بدء الثورة وحتى الآن، يعني حتى لا يصير خلط عند المشاهد ويقول ربما يتصور أنه هناك تضارب بالأرقام، فقط ننوه عن هذا الشيء. عندك الأطفال اللي استشهدوا بعام 2012 3325 طفل. هدول بس فقط بعام 2012. عندك النساء 3198. نعم. تحت التعذيب 960. من الجيش الحر 1970. طيب الآن نرجع إلى ضحايا الجيش الحر. العدد الإجمالي ضحايا الجيش الحر كم؟ تقريبا من بداية الأحداث لهلا 2500، يعني تقريبا الموثقين 2500. عدد تقريبي مو عدد دقيق، لأنه في كثير أسماء ما بتجينا، في كثير أسماء، يعني مثل تحكي لك شغلة، أدخل شوي بموضوع جبهة النصرة. يعني هلا جبهة النصرة بصير عم بيعمل عمليات استشهادية، عم بيستشهدوا ناس وبيستشهدوا ناس من الانغماسيين اللي بيدخلوا المعارك.
ما عم بيجينا ولا اسم منهم. ليش؟ في عندهم تكتم، هن في عندهم تكتم. هم جبهة النصرة. ايه ما بيبعتوا اسماء، ما بيطلعوا اسماء. يعني في اعداد كبيره، يعني احنا بس نحكي ارقام، في ارقام كثير يعني، خصوصا من العسكريين النظام ومن الجيش الحر، في كثير اسماء ما عم تجينا. خصوصا من هلا جبهه النصره ما اجى، يعني جبهه النصره ما سجلنا ولا اسم يمكن من بدايه الاحداث لهلا. بصير عندهم معركه، بدخلوا بمعركه، بصير عندهم شهداء، بس ما بيذكروا اسمائهم. ما يذكر. ما في. هل تتوقع يعني، ولو راح نرجع للتوقعات، تتوقع كما توقع الابراهيمي انه ان لم تكن هناك حلول سوريا ستشهد جحيم؟ لم تكن لم يجد السوريون على طاولة الحوار سيكون في أكثر من هيك جحيم بدنا، أكثر من هيك جحيم راح نلاقي. الشعب تعود على الجحيم. يعني هلا إذا بدنا نرضى بكلام الإبراهيمي، بالعكس يعني الشعب راح يحس حاله يعني تعود على صوت الدبابة، تعود على القصف، تعود يعني خلاص. الشعب إذا ما انحل، الشعب هو اللي حل الموضوع، والحل كان داخلي، احنا ما بدنا حل خارجي. كيف يعني الحل داخلي؟ يعني الحل داخلي بإيد الجيش الحر، بإيد شبابنا، يعني بإيد ثوارنا. يعني أنا تصورت إنه نقعد مع النظام ونحكي معه. لا نقعد مع النظام، هذا الأمر مرفوض. نقعد مع النظام أكيد مرفوض. كأنه هلا طلعنا احنا عن حقوق الإنسان نحكي بالسياسة، بس عندنا الأمر، أنا بالنسبة لي الأمر مرفوض نهائيا. طيب من هو المخول في يعني إعطاء الرقم الصحيح للضحايا؟ يعني أنت اليوم لديك مركز، السيد رامي عبد الرحمن لديه مركز، هناك مركز لجان التنسيق المحلية، من خولهم بإعطاء هذه الأرقام؟ من؟ بس بعد إذنك عيد السؤال. يعني أنا أقول اليوم الآن من المخول في إعطاء أرقام الضحايا، في أعداد الضحايا؟ من هو المخول وكيف خول لنفسه أن يعطي أرقام ضحايا؟ بيعطي هذا. يعني احنا بس بلشنا الشغل بس بلشنا العمل بعمل التوثيق. عمل التوثيق، يعني احنا كنا ناشطين وعم نوثق بس لكرمال عم نوثق لثورتنا، واحنا ما فيها يعني انا بالنسبه لي كمركز سوري، نحن كمركز سوري ما عندنا جهه بتخون، احنا بنطلع ارقام لانه احنا هدفنا نوصل الحقيقه، ولجان التنسيق ولا الشبكه السوريه هدفها توصل الحقيقه. احنا هدفنا نوصل الحقيقه، اكثر من هيك ما فينا نشتغل. هاي الامكانيات اللي بنشتغل فيها على الارض، هذا عمل لازم تكون المنظمات عم تشتغل فيها على الارض، لازم تكون بقلب سوريا تشتغل تعطي ارقام صحيحه. يعني هلا احنا بعد سقوط النظام راح ننزل على الارض وراح نتفاجأ بالارقام اللي انا بتوقعها. راح نتفاجأ بالارقام. انا كنت اريد اسالك هذا السؤال، يعني حقيقه دائما يطرح نفسه، هل نتوقع يعني ارقام مرعبه بعد سقوط النظام؟ سنجد يعني ربما مقابر جماعيه، سنجد ربما ارقام اكثر مما تداولناها الان بكثير. ارقام المقابر الجماعيه موجوده وبكميات هائله، المقابر الجماعيه، وخصوصا بنرجع بنقول خصوصا في الالويه والكتائب العسكريه والفرق العسكريه، فيها مجازر لشهداء من العسكريين اثناء محاولتهم الانشقاق، اعداد كبيره وهائله من العسكريين، وللاسف يعني اهاليهم لسه بيعرفون انه هن داخل الخدمه ولساتهم على خدمتهم العسكريه، بس هن اكثر يعني اكثر صاروا باعداد الشهداء. في الدقيقه الاخيره او الدقيقتين الاخيرتين من البرنامج، هناك ضحايا احياء وهم النازحون واللاجئون، كم اعداد هؤلاء؟ هلا اخر احصائيه عملناها عن النازحون في سنه 2000 من بدايه الاحداث لغايه اللحظه عندنا 3 مليون و800 الف. هذا نازحون بالداخل. نازح بالداخل. عندك في حلب 1.5 مليون نازح، في حمص 1,000,000 نازح. طبعا يعني دول خرجوا من حلب الى اماكن اخرى. هلا بعطيك الاماكن اللي لجأوا لها. في دمشق 800 الف، دير الزور 380 الف، اللاذقيه 300 الف، حماه 225 الف نازح، درعا 2200 الف نازح، ادلب 180 الف نازح، وبقيه المحافظات 200 الف نازح تقريبا. عندك اغلب المحافظات اللي بتحتضن النازحين، الرقه فيها قرابه، طبعا محافظه الرقه احنا بنحكي مو مدينه، محافظه الرقه فيها قرابه 1,400,000. طيب السؤال الان، اليوم سوريا كلها ارض، يعني ارض معركه، ارض حرب، ساحه حرب. دول اللي بده يروح من او اللي طلع من حلب وطلع من حماه وادلب، وين راحوا؟
طيب وين راحوا؟ ما الارض كلها اليوم كلها تحت القصف. هلا الرقه اشتعلت من شهرين ثلاثه. الرقه قبل ما تشتعل الرقه كانت اغلب الناس وين طيب تروح؟ كانت تروح يروحوا للرقه. غير الرقه وين يروحون؟ يعني هلا في ناس عم بتروح الحسكه، في ناس عم بتروح طرطوس، على المناطق، في مناطق سنيه عم بروحوا لها. يعني في بس هذه ارقام اعداد كبيره، 3 ملايين تستوعب. في عندك حماه فيها هلا 600,000 نازح طالع من عندها. لا، حماه داخل لعندها 600,000 نازح. يا رجل كيف داخل من عندها؟ داخل لعندها. هي ارض معركه. هي طلع من عندها، بس كمان دخل لعندها، يعني هلا اغلب المدن السوريه فيها قصف. المدن الوحيده اللي ما فيها قصف اللي هي السويداء وطرطوس. اوكي. طيب الناس وين بدها تروح؟ هذا الى حد ما. ايه، عندك السويداء فيها 300,000 نازح. اوكي، الناس وين بدها تروح؟ يعني هلا اليوم طيب السويداء فيها 300 والرقه كان فيها مليون وكسور، وطرطوس قد ايه فيها دخل؟ طرطوس ما عندنا ارقام، عندنا دمشق يعني فيها 700,000. هاي مليون ونص. إيه، مليون و600. ودمشق فيه 700,000. هاي مليونين. ايه، وعندك حماه 600,000. هاي 2,600. ايه، وعندك السويداء ذكرناها. ايه، هلا بحسب لك اياها. عندك 1400 1700. مليون وين راح؟ باقي المحافظات توزع. في عندك الحسكه فيها المعلومات، احنا ليش ما سجلناها الحسكه؟ المعلومات بتشير انه عندنا 400,000 نازح من الحسكه، اغلبيتهم من دير الزور. الأغلبية من دير الزور نزحوا لأنه الحسكة شوي فيها هدوء نسبي. يعني الآن النازحين قلنا 3 ملايين 3,800,000 برقم فقط، يعني بدون أكثر. يعني أكثر اللاجئون قد عددهم الآن؟ اللاجئون 790,000 خارج سوريا. اغلبهم مش مسجلين بالمفوضيه العليا للاجئين. بالاردن بشكل سريع، بالاردن 350,000، تركيا 170,000، لبنان 135,000، العراق 80,000، مصر 65,000. محمود ابو زيد رئيس المركز السوري حقوق الانسان، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول ايضا الى السيد رامي عبد الرحمن رئيس المركز السوري لحقوق الانسان، حدثنا من لندن. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. التقيكم يوم غد باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.